دي فرصه كويسه ان انا احكي لكم فيها عن الزينه عامه ايام العدم والغراب. هما الاثنين كانوا زي بعض في موضوع الزينه. اللي في الصوره دي مجوهرات كانوا بيصنعوها من بيض النعام. المبهر في الموضوع ان هما كانوا بيحبوا يعملوها بمقاس معين، فعملوا قالب او مجرى زي اللي في الصوره دي، والمجوهرات كانت تدخل جواها وتمشي. لو ما دخلتش جواها يبقى هم مضطرين يحتوها ويصغروها تاني لغايه ما تدخل جواها. تفصيله بسيطه لكن بتقولك قد ايه هم كانوا موهوبين ومهتمين بالتفاصيل. نرجع تاني لثقافه الغراب. سنه 7150 حصل جفاف شديد جدا خلى الناس تتحرك ناحيه النيل او ناحيه الابار زي كل مره. انا عايزك تبتدي تحفظ معايا. الجفاف المره دي استمر 200 سنه لكنه انتهى بسلسله امطار قويه. سلسله امطار ما بقتش موسميه زي الاول لكن كانت تستمر فترات طويله، والبحيره كانت بتتملي فترات طويله جدا، ساعدت ان يكون في استقرار على البحيره. الاستقرار ده هيعمل واحده من اهم الثقافات اللي هنتكلم عليها النهارده. تعالوا نتكلم عن ثقافه الجرار.